بعون الله هيبقى موسم هايل للزمالك ان شاء الله. اخوان الفينا حضر الجهاز الفني خلاص بيجهز عدي واخوان لماتش المقاولين يوم السبت الجاي ان يبقوا موجودين في التشكيله. اللي بيخاف يطلع بره. صحاب القلوب الضعيفه بلاش تتفرج على الزمالك بعد كده. بعون الله الموسم ده ان شاء الله ان شاء الله. يعني في كام صفقه كده، مش كل الصفقات بصراحه، بس في كام صفقه كده هو اللي انا اصلا كنت محتاجهم. اللي انا يبقى عندي واحد زي عدي كده مهاجم جثه، عندي جناح زي خوان، محمد شحاته النضج، ادم كايد مظبوط، ناصر ماهر رجع لمستواه بنتايج ما شاء الله عليه. انا على فكره انا مطمن والله العظيم. انا سيبك بقى من الاسامي اللي بتسمعها في الفرق التعبانه دي، او بلاش الفرق التعبانه، الفرق الكبيره كبيره قوي. في اسامي وفي لعيبه عندهم الاسامي، بس احنا عندنا اللعيبه. انا متفائل السنه دي بالزمالك، متفائل بالسكواد اللي هيبقى موجود، متفائل بالجهاز الفني، متفائل بالخطه اللي نادي الزمالك ماشي عليها، بالتراك اللي ماشيينه مظبوط عليه، السريه واللي محدش بيطلع يتكلم وما بسمعش صوت حد وما بشوفش حد في التلفزيون ولا في اي حته ولا بتاع، ولا حد بيطلع يقول معلومه، ولا حد بيطلع يقول ما اعرفش ده زعلان ولا ده متضايق ولا ما اعرفش ده فيه ايه. عجبني جدا موقف عبد الناصر مع طبعا مع حفظ الالقاب يعني، مدير الكوره لما كان بيتكلم مع الناس اللي محدش يتكلم مع اسمه ايه دوت، مع شيكو لما كان طالع متضايق لما طلع من تبديل. عجبني الموقف، محدش يتكلم في حاجه هتتعمل معاه، في قرار هيتقال. وعجبني المدرب برضو اللي هو احتوى الموقف، طلع لما اتكلم وسالوه قال لهم انا عمري ما شفت لاعب طلع مش زعلان، يعني ما حصلتش. عاجبني رد الفعل، رد فعل هادي، ما فيهوش نرفزه، ما فيهوش عصبيه، عارف اللعيب لسه جاي جديد، لسه عايز يثبت نفسه، عايز يثبت ما اعرفش ايه. هو نفسه كمدرب عايز يثبت اللي هو كويس. بس عجبني اللي اولا ما فتاش ونزل لعيبه كتير في التشكيله من الناس اللي جايه جديد. عجبني اكتر من التبديلات بتاعته كانت كلها تبديلات مظبوطه قوي. انت وانت قاعد بتتفرج انت شايف ان عبد الله خلاص مش قادر، شايف اللي دونجا حلو عليه لحد كده، شايف اللي ما اعرفش. على فكره دونجا كان بيلعب ماتش حلو، بس هو خلاص هو محتاج يغير الطريقه، محتاج يحرر محمد شحاته شويه، محتاج ينزل واحد زي ادم كايد يجري شويه، محتاج يلعب بوينج، فاهم؟ زي ينزل معاه يلعب وينج، وجاب نصر بقى في نص الملعب في العمق، وادم كايد حطه على الشمال بدل شيكو بنزا. فالتفكير الراجل عجبني جدا في الماتش، التغييرات كانت حلوه، طريقه الكلام حلوه. انا متفائل اكتر لما عرفت ان هو بيجهز خوان وعدي اليوم السبت. ان شاء الله ان شاء الله الدوري ده زملكاوي. يعني احنا قبل الدوري كنا شايفين، وقلت لكم انا في قبل الدوري ده لان ناس كتير، مش انا بصراحه لان انا عملت فيديو ما تقوليش احنا بنبني. انا مش ببني فريق يا باشا، انا الماتش اللي فات كسبانه بالسكواد بتاع السنه اللي فاتت. يعني كان كلامي صح، انت ما لعبتش غير بواحد بس الشوط الاولاني واثنين الشوط الثاني وطلعت واحد. يعني انت فاهم، انت اكتر حاجه شاركت هم لاعبين في الماتش كله، او اتنين من الجداد كانوا بيشاركوا مع بعض في الماتش في خلال الماتش. فانا ما ببنيش، انا راجل عندي فريق كويس عايزه يبقى قوي، فبجيب دكه حلوه. بقى عندي دكه، شفت امبارح نزل ادم، نزل معالي، ما كانش عندي الاوبشنات دي. لا ده انا كمان اللي كانوا بيلعبوا وعندي بره عدي، وعندي اصلا احمد شريف وعمرو ناصر مش في القايمه، احمد ربيع مش في القايمه، احمد حمدي ما كانش في القايمه، مش في القايمه، خوان ده ما كانش لسه جه. لا يا صاحبي بقى، لا يا صاحبي بقى، الدوري بتاعنا يابا، ولازم كل الناس اللي بتعمل فيديوهات او المحتوى كله يبقى رايح احنا هناخد الدوري، انا هاخد الكونفدراليه، انا هاخد انا مش اقل من اي حد فيهم دلوقتي، بل بالعكس يمكن انا اقوى منهم. يعني كدفاع انا اقوى دفاع من بيراميدز ومن الاهلي. نص ملعبي، لا انا نص ملعبي بقى حلو، مع ادم لما جه، مع محمد شحاته الفايق، مع ناصر ماهر الحلو، مع عبد الله الكميم، مع احمد ربيع اللي هيبقى 10 على 10. لا انا حلو، ودونجا اللي راجع فايق، لا انا زي الفل. وينج جايب واحد برازيلي الدنيا كلها بتتكلم عليه 10 على 10. بقى عندي وينج شمال، ولما نزل ادم برده غطى في الحته الشمال دي حلو. يعني عجبني اللي هو نزله برده في الشمال، بقى عندي يعتبر اتنين مش واحد، طلع شيكو نزل ادم. عندي بنتايج فتوح ربنا يكرمه كده ويرجع لعقله، بقى عندي فتوح. خط دفاعي
زي ما قلت لك احسن منهم بكتير. انا بيلعب حسام والونش، وعندي محمد اسماعيل، وعندي مصدق. يعني انا عندي برضو 2 بره حلوين، وعندي احمد حسام بس مصاب. انا متفائل يا رجاله، وان شاء الله خير. ان شاء الله الدوري زملكاوي. لو اول مره تشوفنا، ما تنساش تعملي فولو وقول لي رايك في الكومنتات، واحلى مسا عليكم.